الليلة مش هنحكي قصة رعب. الليلة احنا داخلين على ملف ممنوع وغامض، ملف عن مكان مش طبيعي يقال عنه مثلث ابتلاع البشر. وما تنسوش ان ورا كل حيطة في صوت، وورا كل قصة في سر. انا رحمة السروجي وده بودكاست ورا الحيطة. اقفل النور والبس السماعات وخليني اخدك في رحلة ورا الحيطة. أهلا بيكم أصحاب بودكاست ورا الحيطة. تفتكروا هل كل مكان مرسوم على الخريطة آمن؟ ولا في أماكن موجودة بس مش المفروض حد يدخلها؟ أماكن أول ما تقرب منها تحس إن الزمن اتلخبط والهوا بقى تقيل. أماكن مش بتقتل اللي يدخلها ولا حتى بتغرقه، هي بتشيله من الوجود. سنين طويلة العالم كان مهووس بمثلث برمودا، سفن بتختفي وطيارات بتتبخر والمحيط بيفضل ساكت كأنه مش شايف حاجة. بس في حاجة تانية مش ناس كتير تعرفها، إن جوه أمريكا نفسها، جوه قلب دولة بتصور كل متر بالأقمار الصناعية، في مكان أخطر وأهدى وأبشع. مش في البحر ولا في محيط، ده جوه بحيرة ميشيغان، واحدة من أكبر البحيرات العظمى. وهنا الاختفاء ليه طعم تاني، مش حادثة، دي سلسلة وماشية واحدة ورا التانية، ومش غلطة بشرية وخلاص. أشهرهم ليلة 23 يونيو 1950 طيارة نورث ويست ايرلاينز فلايت 2501 ونوعها DC-4 وعليها 58 بني آدم. الجو كان سيء شوية، عاصفة عادية فوق بحر ميشيغان. الطيار طلب ينزل الارتفاع وبعدها الصوت اختفى، لا نداء استغاثة ولا انفجار ولا حتى سقوط متشاف. الطيارة ما وصلتش. البحث استمر أيام، سفن وطائرات وسونار وغواصين، والنتيجة ولا أثر كامل. سنين بعد كده اتلاقى أجزاء صغيرة من الحطام بس، ولا عمره تكون مشهد سقوط مفهوم، ولا حد عارف ازاي طيارة بالحجم ده تقع في بحيرة وما تسيبش وراها مشهد واضح. وفي سنة 1912 سفينة اسمها روس سيمونز متحملة بشجر الكريسماس دخلت البحيرة ودخلت النطاق وما رجعتش. الناس قالت عاصفة وغيرهم قال حمولة زيادة، بس السؤال فضل، فين الخشب؟ فين الحطام؟ في روايات بتتكلم عن رسالة استغاثة في زجاجة بتوصف ضباب اسود ومية مش طبيعية. هل القصة مؤكدة؟ لا، بس الغريب ان كل اللي اختفى في المنطقة دي اختفى بنفس الطريقة. بوصلة بتلف وضباب بيظهر فجأة، موج عالي يقوم ويهدى في ثواني. بوصلة بتلف، بحيرة بتتصرف كأنها محيط غاضب. طيب لو فاكر ان ده أكثر رعب فخليك معايا نطلع على مثلث ألاسكا. برد وجبال وغابات ملهاش آخر وأرقام اختفاء مرعبة. طيارات صغيرة، صيادين، مغامرين، وأحيانا شخصيات عامة زي حادثة سنة 1972. طيارة صغيرة اختفت وكان عليها سياسي أمريكي بارز. الجيش شارك والشرطة ومتطوعين، وآلاف الكيلومترات اتفتشت ولا مسمار. اللي بيحصل هناك مش بس اختفاء، في شهود قالوا أجهزة بتفصل فجأة وحرارة بتهبط بشكل مش طبيعي وأصوات بتنادي الناس بأساميهم من وسط الجبال. العلم بيقول ظروف قاسية، بس الظروف القاسية دي بتسيب جثث أو بتسيب حطام أو حتى دليل، إنما هنا مفيش أي حاجة. عشان كده في تفسيرات، مجالات مغناطيسية، تشوهات أرضية، أخطاء بشرية متراكمة. وفي ناس راحت أبعد، قالت شقوق زمنية، أماكن بتكسر قوانين الحركة. هل ده حقيقي ولا عقل الإنسان بيحاول يهرب من فكرة أبسط وأخطر، إن في أماكن الأرض نفسها مش عايزة حد يدخلها؟ وفي الآخر مثلث ميشيغان ومثلث ألاسكا مش مجرد نقاط على الخريطة، دي حدود بين عالم متفهم وعالم مش فارق معاه نفهمه. ولحد النهاردة الطيارات بتعدي والناس بتمشي
والاختفاءات بتحصل، بس بهدوء، من غير عنوان، من غير خبر عاجل. يمكن لأن مفيش إجابة، أو يمكن لأن في أسئلة لو اتسألت بصوت عالي مش هنعرف نكمل بعدها عادي. وساعتها السؤال الوحيد اللي هيفضل هو احنا فعلا لوحدنا، ولا في أماكن بتختار تاخد اللي يدخلها وتسيب العالم كله يكمل ولا كأن حاجة حصلت. ودي كانت نهاية حلقتنا. أتمنى تكون القصة عجبتكم. لو قلبكم لسه ثابت ومكملين معانا، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل صرخة جديدة من ورا الحيطة. أنا رحمة السروجي، وده بودكاست ورا الحيطة.